رحلة حرة بودكاست بيخلق مكان آمن وبسيط نرجع فيه علاقتنا بروحنا بسلام، مكان بيتقابل فيه العلم والإنسانية مع العلاج والتأمل والفهم مع الراحة النفسية. كل يوم 2 الساعة 6 هتشاركوني أنا دكتورة كريمة خطاب، معالج نفسي، مع بنتي وصاحبتي المهندسة المعمارية ندى سمير. مساء الخير. يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة. معاكم كريمة خطاب وندى سمير. المرة اللي فاتت، أو خلينا نقول الرحلة بتاعتنا المحطة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على هو أنا استحق، واستحق ليه؟ أنا بعمل اللي يرضيني ولا اللي يرضي الناس؟ ووصلنا في الآخر إن احنا نحدد هدف. طيب، ليه الهدف مهم أصلا؟ وهل احنا عندنا هدف ولا لأ؟ هل المفروض يبقى عندنا هدف؟ أنا عارفة إن انتي متحبيش الكلمة بتاعت المفروض دي خالص. بس طيب، ليه الهدف مهم؟ علشان اللي انتي قلتيه في الأول، احنا بنشتغل، احنا مش لاحقين نتنفس، بنشتغل شغلتين و3. معنى كده ان التركيز بتاعنا مش ولا بد بعافية، الصبر كمان بقى بعافية. انا عايزة اشتغل واخلص، انا عايزة اخلص. ليه التركيز اقل وليه الصبر قليل؟ عشان ما عنديش أولويات يا ندى. كل الناس الجميلة اللي بتسمعنا النهاردة بعرض عليهم يحطوا أولوياتهم. انت المرة اللي فاتت قلتي لي المجتمع بيقول على اللي يعمل اللي انت بتقوليه ده أناني. أيوة، ما هو أنا ما أنا مش هشتغل لصالح أنا غيري، هشتغل. الفكرة إن احنا نتخطى إن المجتمع بيقول كده، أوكي ماشي، يقول اللي هو عايزه. برافو عليكي. نتخطى اللي بيقول المجتمع عشان اقدر اركز، لاني لما هنبسط هرتاح، هرموناتي هترتاح. عدم التركيز له علاقة بزيادة معدلات القلق، زيادة هرمون الكورتيزول والادرينالين. طيب، بس تفتكري إن احنا لما بنبقى مستعجلين على الهدف، أيا كان الهدف أو أي حاجة، هل احنا مستعجلين؟ هل العالم السريع الزحمة اللي صوته عالي اللي احنا بقينا عايشين جواه دلوقتي، مفحوطين فيه دلوقتي، ده ليه يد في الموضوع؟ ولا هل ده لا هو عنصر بيسكلي زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، حاجة ليه علاقة بالبيت مثلا، او الطريقة اللي انتي اتربيتي بيها، الجو اللي انتي عشتي فيه، حاجة زي كده؟ حلو قوي اللي انت بتقوليه ده. انا مش مع اي حد يقول لي ان في حد مسؤول عن سلوك حد. انا بس المسؤول عن اللي بيطلع مني. ان احنا نبقى مسؤولين عن ده، عن مش ده طول الوقت نرمي بالظبط. احنا مسؤولين ان احنا نبطئ الريتم. الحاجة بتخلص في ميعادها يا جماعة. انا عايزة اخلص عشان اخد الفاليديشن، اخد الرضا. ارضى الاول عن نفسك. وانا لسه قايلة، العالم بيحط في دماغنا حاجات كتير قوي. اعمل لنفسك النسخة بتاعتك، مش نسخة الناس، مش أفكارهم. احنا مش جايين نحقق ولا أحلام الناس ولا توقعات الناس. أنا جاي في الدنيا دي أحقق أحلامي أنا، توقعاتي أنا، بقدراتي أنا. يبقى أحط أولوياتي أنا. حكاية اللي احنا مش هقول طول الوقت، معظم الوقت عايزة أبقى أحسن حد، عايز طول الوقت الناس تسقف لي. ليه؟ هو كده في زي بانديميك ان احنا كلنا لازم نبقى يونيك، لدرجه ان ما حدش فينا بقى يونيك عشان كلنا بقينا بنعمل نفس الحاجه. بالظبط، فبقينا روبوتات، بقينا روبوت. طيب، هو انا يا ندى احسن حد لمين؟ ليا ولا للناس والمجتمع؟ انا عايزه ابقى احسن حد. انا معرفش مين الحد ده، لان كون اللي انا اقول احسن حد معنى كده اللي انا حطيت نفسي في مقارنه. ليه؟
ليه نقارن نفسنا بحد برانا؟ اقول لك من غير زعل، علشان احنا طول الوقت بنتقارن. يعني انا دلوقتي لو مع اخواتي ولا اي حاجه، امي وابويا بيقارنونا ببعض. لو انا في المدرسه اصلا السيستم بتاعها فيه اساسه هي او الجامعه او اي نظام تعليمي ايا كان، وعلى فكره مش في مصر بس، بيرتبك انتي الاولى، انتي التانية، انتي مش عارف العشرة ايا كان. ولما هتترتبي هتاخدي معرفش بونس employee of the year، اي حاجه من البتنجان اللي هو بيرتبك في الحياه. فانتي لو مش احسن حد، مش انتي فعلا في حد بيرتبك. هو انت موافقه على الترتيب ده؟ انا مش موافقه، بس طيب. موافقتي مش هتغير حاجه. هو ده يبقى انا الحاجه لو اتحطت قدامك اكله ما بتاكليهاش. طبعا في ناس بتاكلها، طبعاً. انا عارفه طبعا للاسف. لكن يعني انا فاكره ان مره كلاينت عميل عندي دخل قال لي انا طول الوقت ما بعرفش اقول لا. فقلت له ممكن تقلع القميص بتاعك وترميه من الشباك، او تقلع بنطلونك ترميه من الشباك. قال لي لا طبعا، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قلت له شفت، قلت لا. احنا بنعرف نقول لا لما حاجة بتهددنا. لان خدي بالك يا ندى، جزء كبير من الموافقات هي ان انا مش عايزه ادخل في مشاكل، مش عايزه ادخل في صراعات، انا احنا بنحاول هريح نريح الزبون. نفسنا يعني. بالظبط. احنا بنكسب من كلمة اوكي ابدا. احنا متصورين ان احنا بنكسب. بالظبط متصورين. ما حدش يا جماعة بيكسب الا نفسه. مهما قدمتي لأي حد بيفضل مش راضي، لسبب بسيط، مش لانه شرير ولا حاجة، لانه هو بيحاول يحقق توقعاته هو اللي هي مش بتاعتك انتي. احنا مش جايين نحقق احلام حد ولا هو احلامه خاصه بي. انا عايز ابني او بنتي احسن حد في التاريخ. ليه؟ معنى كده اللي انت مش شايف نفسك احسن حد، فعملت حاجه بنقول عليها توحد identification. فبتحاول تبقى تخلي النسخه اللي انت جايبها دي هي احسن حد، فتبقى انت احسن حد. ماشي، بس تفتكري ان هما مش بيفكروا ساعتها انه ماشي انا علشان بحبك او بحبك، انتوا فلذات اجدادي، فانا عايزكم تبقوا مرتاحين اكتر مني مثلا. يعني انا لو انا راجل معرفش بشتغل محاسب على سبيل المثال، وانا شايف ان الدكتورة دي اعظم حاجة في التاريخ، فانا عايزك تطلع دكتور علشان تبقى اعظم حاجة في التاريخ عشان انا بحبك. برافو عليك، انت قلتي فانا شايف ان انا الدكتورة. انا شايف هايل، بس انا كمان كابنك شايف على فكره، انا وعايزه بشوف اشتغل نجار، بحب مثلا فازاي يا جماعه نبقى اكثر حريه. عشان كده انا وندى سميناها رحله حره. ازاي ابقى انا حر في افكاري، مش قادره احققها، حقي، بس ما افرضهاش على اللي حواليا. خليها لي يعني. بالظبط، خليها لي. برافو عليك، خليها لي. احنا فعلا هفضل اكرر الكلام ده طول الوقت. انا مش جايه الدنيا احقق احلامك ولا توقعاتك. فاذا هنرجع تاني، اذا سمحتي لي يا ندى، انا مين؟ عايز ايه؟ لمين؟ هو انت مين؟ بس انت عارفه ان الموضوع عشان اعرف انا مين عايز ايه ليه، ده محتاج وقفه حلوه يعني. ما احنا تدي لنفسك سبيس. ده هو ده. ازاي احط ما هو ده سبيسي على فكره، مش سبيسك انت. بس في عوامل كتير برايا بتنفيد السبيس ده وبتدخل فيه عنوة بطريقه ده ديفنس بقى اللي انت بتقوليه، ده تبرير. عندنا بنسميه ديفنس ميكانيزم. لان زي ما قلت على العميل بتاعي اللي قلت له قوم اقلع البنطلون والقميص وارميهم من الشباك، كنت ساعتها بشتغل مع الدكتور شعلان وكنا في الدور السادس او السابع مش فاكره. فقلت له افتح الشباك وارمي، قال لي لا طبعا. طريقه اللا طبعا هي طريقه انا جازمة. مش موافق وجازم. الله، ما انت عمال تعيط بقالك ساعه بتقول الناس بيخلوني اعمل حاجات مش عايزها. اول ما بقى فيه تهديد شخصي قلت لا. طب جربوا كده، امتى بتقولوا لا حازمه؟
انا هسيب علامة الاستفهام دي لروحكم. لما ايه اللي بيتهدد عندكم؟ طيب هنرجع تاني. هو ايه مظاهر حبي لنفسي؟ تعملي ايه يا ندى علشان تحسي انك بتحبي روحك؟ امم او اي حد، مش لازم انتي. ساعات تبصي على حد سؤال تقولي شائك. ده بيحب هقولك روحي. يعني مثلا مم. مؤخرا، بما ان راس السنة ليست ببعيدة، صحابي مثلا جابوا لنفسهم ايه؟ في ناس جابت مجات لنفسها، حاجة بسيطة قوي. انا بقول بس ان في حاجات بسيطة خالص بتبسطنا، يعني مش لازم نعدي الفلنكات. مجات، وايه تاني؟ مش عارفة، طاقية او بيني او حاجة. انا ببسط نفسي ازاي؟ بحب قوي اقوم في الويكند بدري، بما ان القاهرة زحمة to say the least. بحب اقوم بدري، افطر بره. حلو. بنعمل ايه تاني؟ ممكن في مثلا ناس من صحابي بيقوموا يروحوا المكتبة يجيبوا كتاب جديد، او مثلا كتاب احنا كنا بنتكلم عليه، بنشاره مع بعض يعني، فحد بينزل يجيبه. بنعمل ايه؟ مش عارف. يعني حاجات كده. بندخل نشوف الستاند اب كوميديز اللي موجودة دلوقتي، ايه الحفلات، ايا كان فين. ممكن التورز، الحاجات دي برضو لطيفة، بتفصل ساعات. ازاي ابقى رايق؟ فاكرة الازازة اللي اتكلمت عليها في يب. الاول؟ اعمل اللي بحبه، اشيل الغبرة بتاعت الاسبوع في الويك اند. ساعتها بيبقى ده الهدف. فالهدف اليومي اغسل دماغي بعد الشغلانات. ويا جماعة ارجوكم حاولوا تتوقفوا على 8 ساعات شغل. ده تو ماتش، كتير قوي 8 ساعات شغل. معلش، بس اللي انت بتقوليه ده رفاهية رهيبة. مفيش حاجة لا اسمها مش 8 ساعات. رفاهية، لأن صحتك هي اللي هتشيل ال16 ساعة. ما انت خدي بالك، لو اشتغلتي 10 و16 ساعة انت بتخسري قدامهم صحة مش هترجع. ايوه صح، هتخسري فلوس في المقابل، بس كمان أيوة هتخسري فلوس بس من غير هتترفدي. ألم. هتترفدي. لا مش هتترفدي، لأن اختاري الشغلانة اللي على قدك. مفيش قرار يا سيدتي الفاضلة ما بنخسرش فيه. احنا بنخسر، بس انا على قد يعني انا اقدر على انهي خسارة. الفلوس عمرها ما بتبقى خسارة، لكن الخسارة في الصحة عشان مش النفس. تتعوض. بالظبط، برافو. لا وبيدفع لها كتير قوي. قولوا لي الدكاترة النفسيين بياخدوا فلوس قد ايه؟ الألم اللي بمر بيه ده ملوش سعر بقى. الألم اللي بمر، الأدوية اللي باخدها. هو انا بشرب حاجة بتأذيني، باكل حاجة بتأذيني، بشم حاجة بتأذيني، عامل علاقة بتأذيني. اعتزلوا ما يؤذيكم أرجوكم. خدوا بالكم، لأن اللي بيجي بعد كده والله ما باخدكم ولا حاجة يا ندى. الرحلة محتاجة رواق يا جماعة. وافكر نفسي طول الوقت، هل انا هبقى منتبه طول الوقت؟ ابدا. هقع عادي طبيعي، بس هيبقى عندي المعلومة اللي تخليني أخطي. أنا بقول لنفسي كلام حلو قد إيه. أنا بصحى الصبح أقف قدام المراية أقول لك صباح الفل يا حبيبتي، إذا كنت أنا سين أو صاد. بقول لنفسي كلام حلو. إحنا يوم ما حد بيقول لي أنا بقول كلام حلو، أنا بسمع الأغنية اللي بحبها في العربية وهي مقفولة. ليه يا عم؟ ليه ما تبقاش في البيت؟ اصل في ناس في البيت، اوكي اقفل الاوضه. طب افتح الشبابيك يعني. انا بطلب مساعده. اطلبوا مساعده، احتاجوا. وماله لما يبقى فينا حاجه ضعيفه واقبلها، دي حبيبتي. لان الحاجه الضعيفه اللي فيا دي انا. فاحب انا. طولت عليكم معلش، ندى بتبرق لي. حاضر. انا ما ببرقش يا جماعة، لا ما ببرقش خالص. فاشوفكم ان شاء الله المره الجايه. هنتكلم ان شاء الله. هو انا ليا حق اقول لا؟ هو انا ليا حق ابقى رايق؟ مستنيين حضراتكم في الاسئله بتاعتكم. شكرا. ميرسي خالص ان انتوا سمعتونا النهاردة. استنونا بقى يوم الاثنين الجاي الساعة 6.
باي باي.